السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من فيديوهات تغذية بصرية. كيف بدأ التصميم؟ احنا اتفقنا ان احنا نسميها كده، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. دي برضو المقدمة بتاعتنا اللي مش عايزين نغفل عنها. وأحب أقول شكرا على 5000 مشترك. كنت مستني اللحظة دي من زمان، أقسم بالله، ان انا أكون رقم كده على بعضه واطلع أعمل فيديو وأقول شكرا بقى. بس كنت عايز أجيب البتاع اللي هو الحرف اللي هو 5K ده بيتنفخ واحطه ورا هنا، بس الوقت ما ساعدش والامكانيات ما ساعدتش. المهم الفيديو ده المفروض ان هو كان بيتعاد، يعني الفيديو ده المفروض كان ينزل لكم من فتره، لان انا سجلته من اخر فيديوهات انا صورتها او سجلتها. بس للاسف بعد ما خلصت التسجيل هنا جيت ابص على التسجيل على اللاب او على الجهاز، لقيت ان التسجيل ما عملش صوت، فاضطريت ان انا هعيده تاني. بس كانت فرصة كويسة ان انا بقول شكرا لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات، اللي عملت سبسكرايب، اللي بتبعت لي بصفة دورية وتقول لي كمل والدنيا تمام واحنا محتاجين فيديوهات اكتر والحاجات دي كلها. الناس دي كلها والله على راسي. وان شاء الله يعني نوقف تخاذل كده ونبتدي ان احنا ننتظم في تنزيل الفيديوهات، لان الفترة اللي فاتت كان في ضغط بس شغل، فما عرفتش ان انا انزل الفيديوهات اللي هي يعني الناس متعودين عليها كل اسبوع. ففي الفيديو بتاع النهارده ده احنا معانا تصميم بسيط، زي ما قلنا احنا بناخد تركاية بسيطة كده من التصميم، اللي هي التركاية الموجودة حرفيا، وبنبتدي ان احنا نظبطها سوا. فمن غير كلام كتير يلا بينا نشوف التصميم بتاعنا بتاع النهارده عامل ازاي. يعني الديزاين اللي معانا بتاع النهارده اللي هو ده بتاع عمنا نيلسون مانديلا ده. هو يعني التركاية اللي فيه مش قوي، يعني هو مفيش تركاية قوي، بس يعني في ناس بتقع في النقطة دي، او على الاقل الناس اللي مبتدئة لما بتيجي تبص على ديزاين زي ده هي مش هتكون مترجمة قوي ايه اللي بيحصل هنا. طيب احنا خلينا نفتح الديزاين بتاعنا عادي، مقاس السوشيال ميديا عادي، وممكن نروح على جوجل. واول حاجة هنجيبها مثلا نجيب افريقيا، نجيب قارة افريقيا. تمام. نكتب افريكا ماب. ماشي. ممكن يجي لنا حاجات كتير، ممكن مثلا من ضمنها دي لو احنا حبينا نجيب حاجة زي كده. عموما انت لو دخلت برضو على فريبك هتجيب حاجات احسن من كده بكتير، بس يعني خلينا بما اننا ايه بنسرش على جوجل، خلينا نجيبه من على جوجل. كليك يمين سيف ايمج از، ونسيفه مثلا في الداونلود نسميها افريكا. تمام. وعلى السيرش برضو ممكن نكتب هنا نيلسون مانديلا، هيجيب لنا صور لي. انا كده كده عايز اي صورة عموما، مش شرط بس تكون الصورة مثلا تكون الكواليتي بتاعتها عالية. فتعال نشوف مثلا الصورة دي حلوة قوي دي، و save image as، وكمان ان هي من غير ابيض اسود او متلونة، فعلشان احنا نقلبها. اول حاجة بالنسبة لي انا هروح اجيب الصورة بتاعتي بتاعت قارة افريقيا واحطها هنا. تمام، وهدوس انتر علشان افرغ بقى الجزئيه البيضاء، لان هي لو انا عملت الباك جراوند كده، خلينا نعمل الباك جراوند لونها جراي زي ما هو موجود في التصميم مثلا. وهدوس على اوكي عشان افرغ حاجه زي كده بقى. انا قدامي حاجات كتير ممكن ان انا، او ادوات كتير ممكن ان انا افرغ بيها عموما، بس الاداه اللي هتنفع معايا اسرع هنا انا هدوس كليك يمين بس واعمل له ريسترايز لاير على اللاير بتاعي، وبعد كده هاجي من الماجيك اريزر وادوس على الابيض ده فهيتشال، او علم او شيل العلامه من على كونتيجوس دي، بحيث ان انت تدوس على الابيض كده يشيل لك كل ما هو ابيض. نفس الكلام برضو هشيل الاسود من هنا، وهيتبقى الكلام. انتوا مش واخدين بالكم منه، الكلام مش باين قوي، فهعمل سيلكشن كده على الجزء ده. انا عارف ان هي طولت قوي، بس يعني ادينا بنراجع برضو على الادوات. وهاجي بالاريزر بقى، مش الماجيك اريزر، وابتدي ان انا امسح الجزء ده فقط واقول له كنترول دي. دي كده الايه، الصوره معايا. يا ريت بقى تحولها لسمارت اوبجكت تاني، ده انا يعني عندي وسواس قهري في موضوع الصور، ان كل صوره لازم تكون سمارت اوبجكت، مع ان ده بيبقى صح في حاجات وغلط في حاجات، بس يعني مش مشكله. بعد كده هروح اجيب الصوره بتاعتي بتاعت نيلسون مانديلا، واحطها كده اكبرها بحيث ان هي تغطي الجزء بتاع اللي هو قارة افريقيا ده. وعلشان احطها او اعمل لها كليبنج ماسك جوه الشكل بتاعي، انا بعمل ايه؟ ادوس الت وكنترول جي، هتلاقي ان الصورة دخلت جوه الشيب بتاعك، تقدر تحركها كده.
في حاجة كمان بقى، ان الصورة هنا مثلا لو احنا شفناها كده الصورة ابيض واسود. طب هي الصورة هنا الوان، طب احولها ابيض واسود ازاي؟ كل اللي انت هتعمله بس ان انت هتدوس كنترول يو علشان تجيب الهيو ان ساتوريشن، وتيجي في الساتوريشن كده تخليها ابيض واسود بالشكل ده، وهتدوس على اوكي بس. والصورة اصلا الباك جراوند مش جراي بالمنظر ده، فيعني مش جراي قوي كده، فممكن ان انا اخففها شوية بحيث بس موضوع ان انا قلبتها ابيض واسود كده فالدنيا باظت بالنسبة لي. طب الشكل ده بقى علشان اعمله، انا هاجي مثلا ارسم مستطيل. بكل بساطة المستطيل ده هيكون لونه اورنج بالشكل ده، وهدوس على اوكي، وهاجي اعلم كده ارسم مستطيل بالشكل ده. ده كده ايه؟ لونه اورنج. علشان بقى اعمل له التانية دي او الاتجاه بتاعه ده، البرسبكتيف بتاعه ده، انا هاجي هنا كنترول تي، وهكليك يمين. انت عندك بقى سكيل، روتيت، سكيو، ديستورت، برسبكتيف، وورب. الاربع حاجات دول هم بيخلوك تتحكم في الشكل بتاعك، الشكل اللي انت رسمه او ايا كان الكلمه. بس لو كلمه هتضطر ان انت تحولها لسمارت اوبجكت علشان الحاجات دي تشتغل معاك. طب انا مثلا هاجي على البرسبكتيف كده، وهاجي من النقطه كده وابتدي ان انا اعمل كده. هتلاقي ان النقطتين دول بيتحركوا بالمنظر ده، بس مش ده اللي انا عايزه. انا بنراجع عليها عموما، مش ده اللي انا عايزه، بس خلينا ايه، نراجع عليه. ادي الجزئيه اهو، ان انا بعمل كده فبيرفعها لي من حته وبيتخنها لي من حته. طيب انا كده البرسبكتيف مش نافعه معايا. بعد كده هاجي على الديستورت. الديستورت دي انا لو شديتها كده بالشكل ده، تمام، بيتحكم لك في نقطة واحدة بس. بس يا ريت وانت شغال كمان وانت بتنزلها كده، انا عايزها او عايزك تكون دايس على شيفت علشان تنزل معاك مستقيمة. الديستورت برضو تقدر تيجي من النقطة دي تشدها لفوق كده بالمنظر ده كده، تمام. يعني الى حد ما عملت لي الشكل اللي انا عايزه، مفيش مشكلة. طيب كليك يمين تاني وانت دايس كنترول تي كل ده، هتيجي على السكيو. سكيو هتيجي مثلا تشد كده، تمام، بالمنظر ده. طب ايه الفرق ما بينها وما بين الديستورت؟ ان الديستورت كانت بتتحرك بشكل عشوائي وما ظبطتش غير لما انا كنت دايس على شيفت. انما السكيو لا، هي الحته دي بتنزل، بص كده بتتحرك معاك ازاي، بالايه، بالشكل ده بتتحرك معاك في شكل مستقيم. فدي هتنفع معايا من غير ما اكون دايس على شيفت. هنزل بيها لتحت كده شويه، وهطلع بدي كمان لفوق بالمنظر ده، وهطلع بدي ايه لفوق كده، تمام، حاجه بالايه بالشكل ده، وبدوس على انتر. فانت عندك كده البرسبكتيف والديستورت والسكيو، تقدر تحرف الشكل اللي انت عايزه. طيب علشان اخليه بقى مدموج مع الشكل بتاعي ده، او علشان يديني التأثير بتاعي ده، اعمل ايه؟ انا هروح كده على الشكل ده، وهغير المود من هنا، مالتبلاي او داركن او ايا كان الشكل اللي انت هتختاره يكون شكله حلو بالنسبة لك. ابتدي ان انت استخدم يعني مثلا مالتبلاي هنا شكلها الى حد ما كويس، تمام، مع اختلاف طبعا الصورة، ومع اختلاف اللون، ومع اختلاف درجة اللون. ايا كان احنا هنا بنتعلم الطريقة ان انت ممكن تعمل بيها شكل زي ده. يعني احنا هنا مثلا اللون اصفر شوية، احنا مستخدمين اللون اورنج فاقع قوي، فتحس ان الصورة غامقة. ايا كان احنا بنعرف الطريقة، وانت ابقى طبقها. ده التركايه اللي كانت موجوده هنا، موضوع الكليبنج ماسك وموضوع البرسبكتيف والديستورت والحاجات دي كلها. انت يمكن شرحناها بشكل عام، البرسبكتيف والديستورت والسكيو. كمان موضوع ان انت تغير في المود ده برضو ممكن يفرق معاك. هتلاقي ان انت بتطلع صور مثلا زي دي كده، او حاجات زي دي كده، او حاجات زي دي كده، فهيفرق معاك تغيير المود ده، فبيطلع معاك شغل حلو جدا جدا جدا. تمام. دي زي ما قلنا كانت التركاية بتاعة النهاردة. فعلشان ما نطولش وقت الفيديو اكتر من كده، احنا يا دوبك بنشرح حاجة بسيطة بس، فهنكتفي بهذا القدر. وان شاء الله في فيديوهات جاية هنبتدي ننزل تريكات زي كده. ما تنسوش انتوا بس تعملوا لايك وسبسكرايب وشير والحاجات اللي هي بتاعة اليوتيوب دي، علشان نعمل فيديو تاني زي ده ونوصل ل 10000 مشترك، ونجيب بقى اللي هي الرقم 10 ك 10 كي دي. فربنا ييسر الحال ان شاء الله، واشوفكم على خير في فيديوهات جاية ان شاء الله. مع الف سلامة.